بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبدأ بملاحظة. فجميل أن نبدأ بالنشيد الوطني، والحقيقة أننا لم نشعر من قبل بأهمية النشيد وبحلاوته وبمعانيه مثلما نحس به هذه الأيام، ولكن أجمل كذلك ونحن تونس الدولة الإسلامية أن نتعود بعد هذا القحط على افتتاح جلساتنا بالقرآن الكريم، وهي ملاحظة ليس إلا. أما النقطة الثانية، فأنا من المجموعة الأمنية، نقيب سابق بالجيش الوطني. دخلت السجن في 87 وأخرجت منه في 89، وأخرجت من الخدمة كذلك في 89. وإذا نسبنا مجهود هذه الحركة الشبابية اليوم إلى الشهيد نحسبه محمد البوعزيزي، رحمه الله وتقبله في الصالحين، وجعل كل من جر عن استشهاده من خير في موازين حسناته، فإن نذكر كذلك أخانا محمد المنصوري الرائد الشهيد، فإن المجموعة الأمنية كانت هي كذلك تتكون من الشباب، حيث لم يكن بها إلا رائدان، الرائد محمد المنصوري رحمه الله، والرائد أحمد العوادي من الشرطة الوطنية، بارك الله فيه وفيه. وبعد المجموعة الأمنية عمل النظام على مسح هذا القطاع المهم في البلاد، الجيش الوطني، عمل على مسحه وتطهيره من كل رجل، مسحه وتطهيره من كل رجل، ولكنه أراد الله سبحانه وتعالى فبقي به الرجال رغم أعينهم المدققة في انتقاء الرجال. أقول من خلال هذا أنه إذا اختلفت أفكارنا ومشاربنا فإن شيئا يجمعنا يسمى الرجولة، فكونوا رجالا تتجمعون. والرجولة ليست للذكور، فكم من ذكر لا يملك منها مثقال ذرة، وكم من نسائنا في تونس حزن على الرجولة كلها. فلا بد إذن أن نتعود على الرجولة. فقد ذهبت الأيام بالبصر. النقطة الثالثة تتحدث عن الخوف، فإن الخوف خوفان: خوف مرق معز، وخوف مذل محبط. وقد عملت هذه الثورة المجيدة على القضاء على الخوف المذل، الخوف من الرجل، فإن الرجل إذا خاف من الرجل فقد رجولته. وبقي علينا إذن أن نتعود على الخوف من الله سبحانه وتعالى، فإن أمر بلدنا لا يستقيم إلا بذلك. النقطة الثالثة هي حديث عن النعماء. والحقيقة أننا مررنا خلال هذه السنوات العجاف بعسر كبير جرأنا على بعضنا البعض، فكان منا، أعتذر عن الكلمة، القواد، وكان منا فاقد الرجولة، وكان منا فاقد المروءة، وكان منا من يساهم في ذبح المروءة. ولما جاءت النعماء قد ننسى كل ذلك، وقد ننسى معها أناسا ضحوا من أجل هذا البلد،
من منا يذكر كمال المطماطي؟ اختلف الناس حوله، أهو مقتول أم هو موؤود؟ وقد حضرت أول أمس في التجمع ولم يذكر هذا الأخ، وعمال بن سالم أحسبه أنه يذكر هذا الرجل. وقد شكر أخي من قبل عمال بن سالم، ولكن في الغرب أو في الغربة كنا نرى الرجال بأسمائهم تتلألأ قد لا يراها التونسيون هنا في تونس، ومن أهم هؤلاء هو عمال بن سالم. لذلك بادرت لما دخلت هذه القاعة بتقبيله وتقبيل رأسه، ليس ميثاقا وإنما تقديرا لدوره الفعال في المجتمع التونسي، فجزاه الله عنا كل خير. الصمت. سمعت كلمة من الشيخ عبد الفتاح موري قالها، كلمة توزن بالذهب أو تكتب بالذهب. قال: كنا صامتين ونحن اليوم نتكلم، والصمت أسهل بكثير من الكلام، لأن الصمت قد يخفي القيمة. الصمت قد يخفي القيمة فلا نعلمها، ولكن الكلام قد يظهر ليس القيمة وإنما يظهر الهفوات. فعلينا أن نحرص إذن على انتقاء الكلام ولا نقوله إلا إذا تأكدنا من أنه صالح للتنفيذ. التنفيذ كلمة كان يرددها بورقيبة، لا أدري أكانت لاستهواء الناس أو هي بالفعل شعار: الصدق في القول والإخلاص في العمل. نقولها نحن اليوم بهذا الإخلاص، ونزكيها بأنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. هكذا تعلمنا. الأخيرة وقد أطلت، لعلي لأني تعرفت على أخي عبد الرؤوف من قبل، فالعمل ثم العمل، لأن الرواسب كثيرة في المجتمع التونسي، والمنافقون تواجدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المجتمع الأول، فعلينا أن نحرص. وقد صفق الناس مع المصفقين ثم انتقدوا مع المنتقدين، فعلينا أن نتحرى في صحبتنا للناس ونتخير الناس في المواطن المهمة للعمل. وجزاكم الله خيرا، وأشكر كل الحاضرين وبارك الله فيكم.